بتعرف شو الغريب؟ أنا درست إدارة أعمال واقتصاد بالجامعة، وهلأ إيدي بتشتغل بالحديد والنار كل يوم. كتير ناس لما بيعرفوا هيك بيقولوا لي كيف ليش ما ندمت؟ الجواب رح يفاجئك، لأنه القصة مو بس عن الحداد، القصة عن سوريا وألمانيا والحرب والضياع والبناء. فلسطيني سوري، درست بالجامعة إدارة أعمال واقتصاد، كنت فكر بالمستقبل من مشاريع كيف ابني حياتي. بعدين اجت الحرب، مو حرب بالتلفزيون، حرب بالشارع اللي انت عايش فيه 10 سنين. 10 سنين بتعلمك اشياء ما بيعلمك اياها اي كتاب، بتعلمك الصبر والقرار وكيف تبقى واقف يما الكل عم يسقط. لما وصلت المانيا فكرت انه الصعب خلص، لكن الحقيقة بدا فصل جديد من الصعب. لغة ما بتعرف منها ولا كلمة، نظام ما بتفهم كيف تشتغل عليه، ناس ما بتعرف تحاكيهم. يا صاحبي، الغربة مو بس انك بعيد عن بيتك، الغربة انك موجود بجسمك وغايب بشكل تاني. 12 سنة من اللغة، نظام، ضياع، استقرار تدريجي، وانا لحالي بدون واسطة، بدون اي ما حدا يشرح لي. وهون صار شي ما بتتوقعه، انا محترف الحدادة والحام من سوريا. كتير ناس ظنوا اني نزلت من الجامعة للشغل اليدوي، لكن الحقيقة غير هيك تماما. الحدادة بألمانيا مهنة محترمة، قوانين، رواتب حقيقية وحقوق. وأنا بدرس الاقتصاد، فهمت الأرقام والنظام أكثر من أي عامل تاني. الموضوع مو بس راتب، الموضوع مهارة، عقل، وكيف تولف حالك هو يلي بيفرق معك. بس خليني أسألك سؤال واحد، لو عندك شخص عاش الحرب ودرس الاقتصاد واشتغل بإيده بألمانيا 12 سنة وبده يحكي لك الحقيقة بدون فلتر، كنت بتسمعه؟ أنا هذا الشخص. هي القناة مو بس عن الحداد، هي عن الحقيقة. أول شيء واقع العمل بألمانيا، لا مجاملة لا تجميل. كم الراتب فعلا بعد الضرائب؟ كيف يختلف عن يلي بتسمعه؟ وليش بعض الناس بيجوا وبيرجعوا إيديهم فاضيين؟ تاني شيء الأوس بلدون، أسرار أنا عشتها بنفسي، الخطوات، الأخطاء، الفرص يلي كتير ناس ما بتعرف عنها شيء. وأهم شيء في كل هاد، كيف تبني حياة حقيقية بألمانيا. مو بس تشتغل، كيف تفهم النظام، كيف تحمي حقوقك، كيف تخطط. لأنه يلي درس الاقتصاد وعاش الحرب وبنى حياته بإيده عنده زاوية مختلفة عن كل اللي لقيته أنت. أنا لما وصلت ألمانيا ما كان في حدا يحكي لي الحقيقة، كل شي كان إما مبالغ فيه أو ناقص، وتعلمت بالغلط وبالوقت وبالثمن. أنا رح أحكي لك إنه ألمانيا مو جنة، وما رح خوفك منها كمان. رح أحكي لك الحقيقة مثل ما عم شوفها بعيوني، واحد عاش الصعاب الحقيقية. لأنه اللي عاش 10 سنين حرب ما بيخاف من أي حقيقة تانية. هي القناة إلك إذا كنت موجود فيها إحساس بالضياع، هي القناة إلك إذا بدك تفهم كيف تشتغل بالعقل العربي بس نظام أوروبي. هي القناة إلك. سؤال واحد قبل ما تروح، شو أصعب شيء واجهته أو بتتوقعه بألمانيا؟ حط لي إياه بالتعليقات وخلينا نطلع سوا. ولا تنسى تشارك هذا الفيديو مع كل واحد عم يحلم بده يعيش بألمانيا أو عايش بألمانيا، مو من شان الفيديو، من شان يحضر معنا بالقناة ويكون ضمن عائلتنا وفريقنا، ويطلع ونطلع سوا.